الفيديو ده ممكن يزعل ناس كتير. حد خد باله من اعلان فودافون في رمضان 24؟ حد خد باله ان الاعلان اللي عاملاه فودافون اعلان جديد، ولا هي تقريبا عملت نفس الاعلان اللي بينزل كل سنة، واختارت برضو عمرو دياب كصوت للاعلان وبيتكلم باغنية جديدة؟ طب حد خد باله ان الاغنية اللي قدمها عمرو دياب السنة دي مختلفة عن السنة اللي فاتت؟ الأغنية احنا مش هنتكلم عنها النهاردة إذا كانت حلوة ولا وحشة، بس الفكرة إن احنا السنة دي ما حسناش بفودافون، ما حسناش إن الإعلان اللي عملته فودافون في رمضان 24 قدم حاجة مختلفة أو حاجة جديدة. الكونسبت بتاع الإعلان بتاع الكلمة الحلوة هو كونسبت جميل طبعا، ولكن الكونسبت ده تقريبا مكرر. كل سنة بنلاقي حاجة شبهه، ممكن ما تبقاش بنفس الكلمة الحلوة، لكن في حاجات كتيرة ممكن تبقى في شبهه. الفكرة ان دايما بنبقى مستنيين من شركات الاتصالات خصوصا في الموسم الرمضاني ان هي تقدم لنا حاجة فوق العادي. فودافون السنة دي اختارت ان هي تبقى عادي، وممكن نقول اقل من العادي. وفكرة اختيار عمرو دياب كل سنة على انه الورقة الرابحة اللي انا بكسب بيها وضامن ان الجمهور كده كده متابع، الفكرة دي اعتقد فودافون السنة دي ما كانتش موفقة فيها، لان حتى جمهور عمرو دياب نفسه ابتدى يتغير وابتدى يقل عن السنين اللي قبل كده. اللي وصل لنا ان فودافون حست ان هي لازم تعمل اعلان، فاختارت اسهل الطرق، واختارت عمرو دياب نجم الشباك الاول في اعتقاد المسؤولين في فودافون، واختارت ان هي تتكلم في رسالة تقليدية جدا وهي الكلمة الحلوة عشان هي شركة اتصالات، واختارت ان هي تقدم مزيج من الصور المختلفة اللي احنا شفناها في الاعلان كله. لكن النتيجة كانت عادية جدا، والاعلان ما لفتش انتباه اي حد.